تاكل سيلفي كهف. اثبت ياض. طلع عاد الموبايلات اللي معاك. ازيك يا عم محمد؟ حبيبي يا حماده. احنا بنعمل حلقه عن البلطجه فقلنا نجيب واحد عاقل النهارده. حبيبي الحمد لله. صباح الفل يا رجاله منورين. ما انا قاعد لكم في كهف هنا وعشان ايه التثبيته اللي انت ثبتها لنا دي يا عم؟ عشان يعني نبتدي كده بدايه حلوه ان شاء الله. انت عارف سلوفينيا دي من اكتر البلاد معدل الجريمه فيها قليل جدا. الحمد لله. وجود هي من اكتر 20 دوله المعادله شويه. الجرايم اللي بتعملوها في الشوارع لدرجه ان احنا بلطجيه سلوفينيا دلوقتي. حلو جدا. الحمد لله ربنا كرمنا يعني جالنا البوليس في كل حاجه تقريبا عملناها هنا، حتى الحاجات العاديه جدا يعني. ليه بلطجي جميل عسل كده يا ناس. انت ضربت قبل كده محمد شاهين في برنامج ها؟ هو محمد شاهين محتاج اضربه؟ ده انا نيتي بس ممكن تعوره. لا ده انا شخطت فيه بس في حلقه كده. ده كان بيعزف جيتار، يعني انت المفروض حساس جدا يعني. مشاعري اتلخبطت في بعضها. طب ايه علاقه الملاكمه بالجيتار؟ عايز افهم. هقول لك انا الجيتار ده انا كنت عايز اقدم ما تلعبش تنس انت يعني؟ لا على فكره انا عندي كان مجله كنت بلعب في رومانيا، وكان عندي مجله بس ضاعت مني وانا بعزل، يا رب الاقيها واجيبها لك. ان انا كنت مره كسبت بالضربه القاضيه بالنهار، وبالليل بالحفله بعد البطوله وبتاع غنيت مع الاتراك، فمسكت الجيتار وقعدت العب كوردات، والكلام ده كان سنه 88، وغنيت غنوه محمد فؤاد يلا بينا يلا يا حبيبي يلا. فدي يعني يمكن انا من الاسباب اللي الغنوه دي انتشرت هناك. وغنيتها، وفي صحفي كتب عني ان ازاي الايد دي حاجه غريبه جدا، ايد بتضرب بالقاضيه بالنهار وبالليل بيلعب مزيكا. بس ما بترضاش تتضرب انت في الافلام خالص. يعني فيلم كباريه سمعنا لما محمد لطفي اتضرب مين اللي يضرب؟ طب ما دي بلطجه يا لطفي. بلطجه دي برضه ما بحبهاش. يعني ايه؟ خلي بالك افرض يعني الدور هو الدور كده. انا كينونتي كشخص كده يعني الحمد لله. ما يعني ايوه بس او انا بخطط كنت المستقبلي ان انا اعمل افلام ما بقاش انا الشرير اللي يتضرب، ما يعجبنيش يعني. عارف انت. لكن احيانا بيبقى في مبررات شخصيه، مبررات للشخصيه، او في معالجه عاملها السيناريو. حتى لو الشرير تكسب. يعني الشر ما بينتصرش. بس انتوا كده نعالجها في السيناريو. انا ما بحبش. طب عمرك اتخانقت مع حد زمان وضربته، جبت له عاهه مستديمه ولا حاجه، ولا موته ولا حاجه؟ مش مستديمه. اللي هي المدوره دي. ولا موته؟ عاهات الملاكمين بتبقى مستديره عامله زي الكوره كده. حصل؟ هو ممنوع دايما استخدام الايدين، انا عارف. هو بص هو ممنوع بس مش هقول لك يعني. انا عملت ايه، بس يعني مثلا في الظروف يعني اللي هي في السن الشاوه مش بس خناقات وانتوا بتصوروا وبيخرجوا وانتوا بتصوروا امريكا شيكابيكا في رومانيا كله اتنصب عليه وانت راجع بفلوس. طب ماشي. ما هو عشان احنا ما ينفعش يتنصب علينا بقى. ما هي دي بقى الميزه يعني. دي الحاجات الايجابيه من الرياضه، نصب عليهم من اللعبه يعني. من الرومانيين هناك. هو الوحيد اللي رجع بفلوس، كان بيعمل $500 في اليوم. هقول لك انا احكي احنا رحنا سنه كانوا طالعين من الثوره، ودايما بعد الثورات هناك عندهم هم ثوره شاوسيسكو دي بيحصل انفلات امني. فبعد الانفلات الناس هجمت بقى الغجر والجيبسي بيقولوا عليهم سجان اللي في الجبال دول، هجموا بقى يثبتوا الناس بقى، ياخدوا منهم فلوس وياخدوا منهم، يخطف من حد سلسله، يضربوا الفلوس المزوره دي بتاعت رومانيا. انا عشان بقى رحت هناك قبل كده، ودايما الملاكمين بقى والمنحرفين كلهم بيبقوا عارفين بعض. ففاهم السيستم، فما ينفعش تعمل عليا كده يعني يجي الواد يجي الواد يعملهم عليا انا. خطف مره $100 من شويكار مش عارف سلسله من بنت عماد رشاد. فطبعا احنا ما ينفعش بقى يعني يتعمل علينا النمر دي. فانا فاهم. ودايما اللي بيبقى حرامي ده وهجام بيبقى لياقته تعبانه، نفسه مش قوي جدا، ما بيبقاش حريف ضرب قوي الا اذا كان معاه سلاح، فانت ما تدلوش مساحه يستخدم السلاح. وفي اماكن في الجسم فيها بوينت كده بتضرب فيها ما بيعرفش لا ينطق ولا ينادي ولا يتكلم،
تعرف تلجمه وتاخد منه اللي انت عايزه في ثانيه يعني. قديم. فطبعا ما ينفعش يتعمل علينا كده، فانا عملت ده مرتين وجبت الفلوس بتاعتنا اللي اتنصب علينا فيها ونصبت عليهم وابتديت بقى انا ابقى الريس هناك. مسكت رومانيا انت. ابتدى بقى يجي لي بقى هم عرفوني بعدين يعني قالوا انت لعبت هنا زمان واحنا فاكرينك. ويعني وابتدوا بقى هم يعني احنا بنغير دولارات كان ساعتها بعد الثوره اللاي بتاعهم وقع خالص. كان في البنك مثلا ب 12,000، احنا بنغير من سوق السودا ب 48,000 which يعني فرق كبير جدا. فانا فاهم ازاي بيضربوا الفلوس وفاهم السيستم بتاع الخزنه. هقول لك انا مثلا انا معايا ايه الفلوس اهي، دي الفلوس المضروبه اهي، مش هطلع لك كل الفلوس. معاك فلوس مضروبه؟ لا انت جاي تعمل مصلحه هنا؟ لا بص يعني دي الفلوس بتبقى معاه هنا حاططها، ودي المحفظه مثلا، محفظه كبيره، بيبقى هو الواد النصاب معاه محفظه كبيره، انت بتغير منه في الشارع كوليجا تشينج ماني مش عارف ايه بكام، ب 48، فروح عدد لك تك 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 مدي لك ايه 46,000 بس، تقول له لا دول 46، هو معاه واحد تاني نصاب بيبقى حاطط الفلوس المضروبه تحت المحفظه هنا اللي هي فيها الورق الفاضي وعليها 3 4 ورقات. انت تبص على البوليس يروح قلب المحفظه ومدي لك الفلوس دي حاطط لك عليها 3. فالتاني بوليس فتبقى مسكها تمشي، بعد شويه تكتشف ان الفلوس دي مضروب. انا في لحظه الفلوس دي اقول لمحمد فؤاد تعالى بس هوريك ازاي الخطه، يقف كده واخد الواد في ركن كده، اول ما يقول فلوس انت ما تبصش، فهو بوليس هو محمد ما يبصش، انا اروح ماسك المحفظه بالفلوسين واخد ال $100 واخد الفلوس المضروبه والسليم كله بقى بالمحفظه، وواحده بس ابر كات كده خفيف في الدلع العين، نفسه بيقطع ما عرفش ينادي على الباقي، يلا حماده وبتاع تك تك نروح نعد احنا مرتين 3 فجبنا حقنا. ما ينفعش يتعمل علينا احنا الشغل ده يا حماده عيب. صح كده يا عم محمد. فجاء بقى الواد الرئيس بتاعهم بقى يجي له، قلت له بص بقى احنا ايه بنغير فلوس كل يوم، فما ينفعش تعمل علينا الشغل ده. والعيال قال لي انت ضربتهم، وقلت له ماشي خد ال $100 بتاعتهم اهي، بس انا كل يوم بقى يعني عايز البيزنس بتاعي. كان بيجي لي مثلا $700 احنا بنغير في اليوم؟ تغيير بعثه $700 في اليوم؟ تغيير للبعثه كلها، مصاريف انتاج فيلم كبير وبتاع. فانا سيطرت بقى، فبقيت بقى اغنى واحد انا بقيت اغنى من سامي العدل الله يرحمه. الله يرحمه سامي العدل بقى الله يرحمه. يا عم ده بيصرح شحاتين يا خايف. طب احنا البلطجيه في مصر ليه شكلهم اتغير عن زمان؟ البلطجيه مفيش يعني بقى. زمان كان فتوه وتحس ان هو زي الحرافيش، زمن البلطجه الجميل. فاكر زمن البلطجه الجميل بتاعنا اتغير. فين زمن البلطجه الجميل؟ كان الواحد ينزل يثبت الزبون يطلع الفلوس وهو مبتسم كده ويقول لك اتفضل يا باشا. ما يجوزك. لا يعني انا بجد والله انت شايف ان اي حد معاه، انت بص انت حبيبي، انا قاعد جنبك طالع في الكادر وخلاص. انا ما طلعتش بالعيال دي الا بيك، انا ما خلفتش غير شيكو حبيبي ماي بيبي. قاعد في الكادر وخلاص عمال اعمل عامل زي انا ورامز جلال لما كنا نطلع في افلام زمان والبطل يقول حاجه حلوه نقعد نعمل ايه؟ البطل يقول حاجه انا نزعل، عارف انت الكبيره دي، بسند لطفي. احنا معاك. لا يا حبيبي تؤمر. طب قول يا شيكو. قول يا شيكو. مش قادر بقى. لا شيكو صحينه بدري وما فطرش كويس عشان وجايبينه جري على كهف متلج والجو برد، يعني اعذروا. انت بتروض الحيوانات كمان يا لطفي؟ بحب يعني بتبلطج عليهم برضو صح؟ لا بحبهم بقى، بس ده بجد بحبهم. انت مش شفت، انت جيت معايا الميعاد. شفت. قول لي هو بيعمل ايه؟ يعني الساعه 4 الصبح يا جماعه داخلين شارع في المعادي 4 الصبح وعايز انام هموت. اركن حالا هنادي لك الوطويط. يعني ايه وطويط؟ هنادي يا لطفي عايزين نروح ننام. هنادي لك كريم السبكي. كان معايا كريم السبكي صح. قام نازل اعمل الصوت اللي انت بتعمله ده كده. بتنادي لهم كهف يا عم والنبي لا يجي. لا مش بتنادي لهم بيجوا. لا هنا مفيش. لا يقل عن 200 خفاش بيلفوا حوالينا لحد ما ضرب في ايدي اصلا الخفاش، وبعدين شويه خلص قام قايل لي اكلم لك الغراب. قلت له يا عم الساعه 4:30 الصبح. اصل هيكلمه، ما دام عمل دي يبقى هيكلم الغراب عادي. عمل صوت
ابو الغراب رادد والله العظيم 3. ابو الغراب والله العظيم. كان عندي حمام وبعدين يمام. أيوة. كريم عبد العزيز جالي بقى انت بتجننه. في الليل يا عامل بيبي على التلفزيون على الفيديو يقعد بالفوطه. حرام عليك. ايه ده يا لطفي؟ بس كانوا بيحبوني. ماشي يا عم لطفي. اؤمر. ولا حاجه والله انا تحت امركم زي ما انتوا عايزين. انا حاسس ما احنا هنحتاجك بقى بالليل بقى. في شويه مشاكل كده عايزين نخلصها. ولا يهمك يا ريس، احنا مسيطرين والكهف اهو موجود ولم لي بقى العيال كلها